السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض طبق مكرونة بالصلصة قمر كده، وبسم الله ما شاء الله. يلا بينا هنعمل. أنا حطيت المية على النار ونزلت مع معلقة زيت ومعلقة ملح، وأول ما غلت نزلت بالمكرونة، وبعد كده استوت وصفيتها، وبعد كده جبت معلقتين زيت ومعلقتين سمنة ونزلت بيهم كده زي ما انتوا شايفينه بمعلقة توم كبيرة، وهقلبها كويس كده على النار. وبعد كده بقى بعد ما التومة تاخد ريحة وكده وتاخد لون القمر دوت، هنزل بقى بقرن شطة بارد مع قرن شطة حار مفروم، واقلبهم كويس، واقوم حاطلهم معلقة ملح ومعلقة فلفل ومعلقة كزبرة ناشفة. لو عندكوا زعتر عادي حطوا زعتر، بس انا مش متوفر عندي الزعتر. بس هي كده بسم الله ما شاء الله قمر. طعمها مش قادرة اقول لكم قد ايه جميلة جدا. كده حطيت الصلصة اهيت. الصلصة مش هتاخد وقت معايا لان انا كنت مخزنة صلصة. هي يا دوبك بس هتاخد وتدي مع بعضهم غلوة بس بسيطة كده، وهتكون اتسبكت ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا الطماطم كده داخلة على قصدي المكرونة. إيه ما اتهرتش معايا ولا اي حاجة، مفلفلة خالص زي ما انتوا شايفين. نزلت بقى على على الصلصة، وقلبتها تقليبة كويسة جدا اهيت. وبعد كده بقى هقدمها معاكم بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه دول. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويا رب المكرونة تعجب.